السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ في البداية قبل ما نبدأ الفيديو ونتكلم عن أسباب خسارة الأهل امبارح، ما تنسوش تدعوا لإخواتكم، اللهم انصرهم، اللهم قويهم، ويا رب نعيش ونشوفهم منتصرين إن شاء الله. طيب، ايه أسباب خسارة الأهل امبارح؟ من وجهة نظري، أولا كولر. كولر أنا عايز أوجه له رسالة. فكرة التدوير اللي أنت بتعملها أثبتت فشلها أكتر من فكرة البيتزا البيتي. يعني طبعا واحنا صغيرين كانوا بيغصبونا ان ناكل بيتزا في البيت بدل ما ناكلها من بره. مستحيل تبقى زي بتاعت بره. فالفكره دي فاشله. مفيش حد بيعمل تدوير ست سبع لعيبه في الماتش. يعني ست سبع لعيبه في الماتش انا ممكن اطلع لعيب اتنين، اريحهم ابدلهم. وبعدين التدوير ده ليه ما بيجيش على الشناوي في ظل ان هو مستواه منهار وهو السبب في الخساره وهو اللي موقع الفرقه الفتره اللي فاتت؟ ليه ما بيتركنش الشناوي وما بيتعملش معاه تدوير؟ طيب في البدايه كده انا بقالي 30 سنه بتفرج على كوره. اقسم بالله اول مره اشوف في حياتي فرقه بتلعب باتنين باك يمين في نفس الماتش. اتنين باك يمين، خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس، والاتنين اصلا مش مكانهم باك يمين. انا توقعت ان هما الاتنين بيلعبوا باك يمين علشان يقفلوا على اللاعب الجناح الشمال بتاع شباب بلوزداد، الواد عبد الرحمن مزيان. لعيب كويس بصراحه وسريع ومهاري. فطبعا المدرب بتاع شباب بلوزداد واقف صاحي، غير جدي كولر اللي كان واقف نايم على الخط. ده راجل واقف صاحي اول ما شاف الكلام ده وان الناحيه دي مقفوله. في نص الشوط الاول غير مكان عبد الرحمن مزيان وداه الناحيه اليمين. فانت بتلعب بالفرقه ناقصه اتنين، خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس، واصلا الاتنين يعني واجباتهم متداخله. محدش فيهم جناح، محدش فيهم باك، ما تعرفش مين فيهم الباك ومين فيهم الجناح. الاتنين بيلعبوا باك يمين. طبعا الفيديو انا بعمله بسرعه ومفيش وقت ان احط لكم فيه اللقطات او الفيديوهات. اكتر من 10 لقطات. خالد عبد الفتاح وكريم الدبيس الاتنين باك يمين. وساعات لما كنا احنا بنعمل هجمه مرتده او في هجمه للنادي الاهلي كنت بشوف الجناح الشمال بتاعنا بيرفع كوره. اللاعب اللي زايد خط في منطقه الجزاء هو عمرو السوليه وسام ابو علي، وما عندكش جناح يمين. فانت كنت امبارح فرقه مكسوره الجناح. بصراحه انت كنت فرقه مكسوره الجناح. اه. وبعد الصبر ايه تاني؟ صبرنا ولسه بنعاني. عم كولر هيخليني اقول شعر خلاص. بدل ما بتكلم في الكوره هتكلم في الشعر. والاهلي لعب جيم دفاعي، ماشي ما عنديش مشكله. لكن انت مش عارف تعمل هجمه مرتده. انت بتدافع ليه وانت مش عارف تعمل هجمه مرتده؟ طبعا الفيديو ده انا بعمله في السريع بس هو اكتر حاجه ضايقتني في الماتش امبارح التغييرات الكتير واللعيبه اللي في غير مراكزها وتداخل الواجبات بتاعت اللعيبه. انا ما شفتش الاهلي بيعمل جمله امبارح. يعني ما شفتش الاهلي بيعمل جمله امبارح او بيلعب على حاجه معينه امبارح. لعب عشوائي، لعب كله عشوائي. وطبعا الكابتن محمد الدشناوي عظم الله اجره ورفع قدره. لازم يركن يا جماعه. يا جماعه لازم يركن. الراجل ده لازم يتركن ومحدش يقول لي ده كان شايل الاهلي. ايوه كان شايل الاهلي. كان شايله ايه يعني شايل الاهلي؟ شايله على كتفه ماشي بيه الاهلي. مستوى وحش يقعد. طب ما كل لا خلاص، ما ابو تريكه كان شايل الاهلي يرجع بقى من الاعتزال ويلعب. ده راجل شايل الاهلي. وائل جمعه كان شايل الاهلي. عصام الحضره كان شايل الاهلي. رجعوا اللعيبه دي من الاعتزال وتفضل تلعب لحد دلوقتي. ما اصلها كانت شايله الاهلي. فمش مبرر بصراحه قصه ان هو كان شايل الاهلي. وبعدين هو ليه ما بيقعدش احتياطي؟ ليه كل ماتش لو مصطفى شوبير اللي هيلعب الشناوي بيبقى بره التشكيل خالص؟ مش عايز يقعد احتياطي لمصطفى شوبير. انت كبير انك تقعد احتياطي؟ او نخترع اختراع بقى، اصل مصاب اصل بيريحه. اشمعنى لما شوبير بيلعب انت بتتصاب؟ والحاجه اللي انا مش فاهمها برضه، كولر امبارح كان بيعمل جرائم في الماتش، ارتكب جرائم في الماتش. بدايه من التشكيل، من ان هو كان واقف نايم مش قاري الماتش، وبدايه من التحركات اللعيبه الغلط، وبدايه ان مفيش توجيه، وكملها بالجريمه الكبرى. انا انا نفسي حد يفهمني.
يعني ايه انت خسران 1-0 والحكم مديك 6 دقايق وقت بدل ضايع، الجون بتاع شباب بلوزداد وقع حوالي دقيقة، فالوقت الإضافي اتمد ل7 دقايق، فانت في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضايع انت بتعمل تغيير وبتنزل بيرسي تاو مكان حسين الشحات. انت بتعمل ايه؟ يعني انت اخر دقيقة انت بتعمل، انت بتضيع وقت. هو انت اللي كسبان؟ انت مدرك انت عملت ايه امبارح؟ وبعدين انت بتنزل بيرسي تاو اللي هو اكنك راغب علامة بقى، بتحدى العالم كله وانا وياك. هيعمل ايه بيرسي تاو في اخر 10 ثواني يعني؟ ده ما لحقش يلمس الكورة. وبعدين بيرسي تاو ده راجل اصلا مشي خلاص، يعني انت فسخت العقد، الاهلي فسخ العقد بتاعه وتقريبا اخر ماتش ليه وماشي خلاص. حتى لو هتنزل لعيب يعني في الدقيقة 97 انت منزل لعيب. بصراحة انا تعبت، بصراحة انا تعبت. بس السبب الرئيسي لهزيمة النهاردة او الهزيمة بتاعت الاهلي ماتش امبارح، رقم واحد كولر، رقم اتنين الشناوي. بس كده. وما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة وتتابعونا عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.